بركاته لكبيرنا. ولك هيثم، ولك يا هيثم، البلد مطبولة طبل بالقصة، وانت داير هون وهون وعم تقطع وقت، وتارك هذا الكلب سامر عم يسرح ويمرح على كيفه. ايمت بدك تخفي عن وجه الارض وسره؟ ايمت شو ناطر؟ سعدي صباحك معلم. سامر دبرنا له خطة لنسفره على جهنم، بس الولد طلع ذكي وعامل حسابه، وبعت عماد بداله بالسيارة، وراح حط الخبر عن طرف ثالث وهددني انه اذا بيصير عليه اي شيء فهو رح ينشر الخبر بكل البلد. شو بتحب تساوي معلم؟ اجي لعندك اقول لك انا ما طلع بايدي شيء؟ رقبتي بايد سامر؟ اكيد لا. رحت وحطيت ايدي على سامر وخليت الطرف الثالث اللي عنده الخبر ينشر السر على صفحة سامر، وبعد 3 ساعات من انتشار الخبر خلينا سامر يصور هذا الفيديو. يا جماعة، أنا حبيت أطلع على صفحتي بهذا البث المباشر، وخصوصاً بعد الإشكالية اللي صارت، وللأسف كان حسابي الشخصي هو المشكلة فيها، علماً أنه أنا ما إلي علاقة لا من قريب ولا من بعيد. من فترة أسبوع تقريباً عم يجيني إشعارات إنه في حدا عم يحاول يخترق الحساب تبعي، بس أنا ما أعطيت الموضوع أهمية لحتى أتفاجأ اليوم ومن كنتها إنه في حدا مخترق الحساب ومنزل عليه أخبار مسيئة لشخصية إلى وزنها وسمعتها بهذا البلد. حبيت فوراً أطلع بفيديو يوضح سوء التفاهم اللي صار، لأني أنا قدرت رجع الحساب من دقيقتين. أنا لا يمكن أرضى إنه تنخدش مكانة شخصية مهمة بهذا البلد كوني أنا السبب، بس على ما يبدو إنه الناس السيئين كتار واستخدموني لأكون خصم بوش الناس اللي سمعتهم طيبة. أنا بأكد كل ما نشر على صفحتي هو ترهات ما إلى وجه الحقيقة إطلاقاً. وهيك بين انه الجهة الثالثة اللي سرقت الصفحة هي اللي نزلت الخبر، وطلع سامر هو كذب الإشاعة. يعني البلد كلياته صار عنده علم انه في إشاعة طلعت على المعلم ابو ريان انه معه مرض الايدز، بس الأهم من هيك انه الطابة هلا فينا نرميها بملعب الخصم. بنتهم الدكتور ياسر انه هو اللي عم يطالع هاي الإشاعات مشان ينافسك على المنصب الجديد. شفت الامور هيك مع ابسطها معلم؟ يعني يا سيد هيثم نقدر نعتبر انه القصة انتهت؟ انتهت وخلصت وباتت وخمت، وأي حدا بيفكر يحكي فيها فهي إشاعة طلعت من قبل وتكذبت. يعني فقاعة صابون معلم، حقها نص فرنك. بتبقى يمنى، وهي الدليل الوحيد لأنه مع المرض. خلصني منها يا هيثم بأسرع وقت. وجودي عند الأفعى اللي يسمع أبله وعم تستخدمها ضدي مثل شوكة بخاصرتي. خلصني منها واطلب اللي بدك إياه. عندي معلم محلولة. تأدب بيعتك يا هيثم. كبيرنا أنت